السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. لو عايزة صينية بطاطس مختلفة بتكنيك مختلف تماما بريحة بتسوية مختلفة، يبقى لازم حضرتك تتابعي الفيديو ده وتعرفي تعملي صينية بطاطس مختلفة تماما. اتعملت ازاي؟ اتعملت بمقادير موجودة عندي على القناة. حضرتك ممكن تدخلي القناة وتنوريني وتشوفي لما تعملي صينية بطاطس بالفراخ ممكن تكون التسوية عاملة ازاي. التسوية بتتكلم عن نفسها. ريحة البطاطس تتبيلة مختلفة تماما، تتبيلة الديك البلدي ده مختلفة. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا المقادير، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. اوعدك ان انت هتاكلي معايا صينيه بطاطس مختلفه. تعمليها بالفراخ يبقى محتاجين دجاجه او فرخه، لو حضرتك هتعمليها باللحمه يبقى محتاجين عدد من قطع اللحمه. طيب محتاجه بطاطس، طماطمتين 2 مبشورين، ما بحبش المضروبه في الخلاط، هريسه الثوم، دول حوالي 5 فصوص من الثوم، معاهم فلفلايه سبايسي وفلفلايه بارده، ونص معلقه كمون، ونص معلقه كزبره، ونص معلقه ملح. محتاجه 3 بصلات. ليه 3 بصلات؟ عشان هتبلك البطاطس بتتبيله مختلفه تماما. اول حاجه هنعملها هنضيف البصل هنا وهنفرمه فرم متوسط، مش فرم ناعم عشان ما يكونش فيها سوائل، ومش فرم خشن. هنفرمها فرم وسط. هضيف عليها معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسمر. هوريكي الدرجه اللي انا محتاجاها، وهبدأ اقسمها في طبقين 2. اول تتبيله هضيف عليها ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وهبدأ اقلب الفلفل الاسمر وامسك الديك ده واعمل له عمليه مساج بالشكل ده. نص البصله التانية هفرم عليها نص واحده من جوز الطيب. عايزه اقولك لو انت ما جربتيش صينيه البطاطس بجوز الطيب يبقى انت ما كلتيش صينيه بطاطس قبل كده. هضيف عليها ربع معلقه من الملح لان هريسه الشطه فيها ملح، وهبدا اقطع البطاطس. طبعا تقطيعه البطاطس زي ما حضرتك انت بتفضلي تقطعيها. انا بحب اقطعها بالسول كده، وبحب اقطعها تخينه، وخصوصا لو انا هدخلها الفرن مع بروتين يعني لحمه او فراخ عشان تستحمل التسويه. وهنزل عليها بتتبيله البصل وجوز الطيب والكمون والفلفل الاسمر والملح. التست بقى اللي قلتلك عليه هينقلها في مكان تاني من صينيه بطاطس عاديه الى صينيه بطاطس مش عاديه، هي بهارات البطاطس. فهضيف عليها نص معلقه من بهارات البطاطس. هقلب كل المكونات دي مع بعضها بالشكل التحفه ده. البطاطسايه اللي فاضله هنبدا نقطعها شرايح بالشكل ده. التست ده بيفرق جدا في صينيه البطاطس. معلقه محترمه من السمنه، هنزل بمعلقه الهرس في الشطه والثوم بالشكل ده. اول لما تطلع ريحه الثوم هنزل بالطماطمتين المبشورين. هنزل عليها بمعلقه من الصلصه، معلقه من الملح، ربع معلقه من السكر. هضيف عليها كوبايه من الميه. كوبايه الميه دي هي اللي هتسوي البطاطس، هي اللي هتسوي الديك، هي اللي هتسوي لي كل حاجه. هسيبها بس تغلي. اول ما تغلي هنزل عليها بالبطاطس وهقلب البطاطس مع الطماطم مع البصل. وشمي بقى ريحه غير طبيعيه، ريحه مش معقوله.
طبعا حضرتك ممكن تزودي البطاطس على حسب ما انت عايزه. امسكي الديك المحترم ده، احطه على صينيه البطاطس بالشكل ده. ورقه زبده تبليها في النار، تبليها في الميه، وابدأي غطي بيها كل الصينيه كده، وانزل عليها بورقه من الألمونيوم. هاتي بالشكل ده كده. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتفضل في الفرن واحنا مغطينها كده ساعة، وبعدين هنشيل الغطا وهنسيبها حوالي تلت ساعة علشان الفرخة تاخد تحميرة وتتحمر ويبقى الشكل بتاعها مستوي جدا. هنشيل مع بعض ورقة الفويل وهتشوفي هي مستوية ازاي. استوى بشكل مش طبيعي. هدخله الفرن تاني ياخد وش تحمير عشان يبقى لونه ممتاز. طلعت من الفرن، اعتقد ان الريحة بتتكلم وبتقول ان التسوية والريحة خطيرة بصراحة. والبطاطس شايفة دايبة جدا، مستوية ودايبة جدا، والريحة خرافية، وتسوية الديك بتتكلم عن نفسها. وبكده اقولك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.